عايزة الدنيا اللي يضحك لها ولا ما تيجي غير بكده شكلها. النهاردة بقى يا جماعة فلوج خطير 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 بجد من مدينة دمياط الجديدة. شايفين يا جماعة دمياط جميلة ازاي؟ شايفين بلدنا حلوة ازاي؟ بقولك ايه، اوعى تنسى اللايك والاشتراك والشير، انا شايفك ها. بجد مدينة دمياط من أحلى الأماكن الموجودة في مصر. وزي ما شفتوا كده هي عبارة عن بيوت مترصصة جنب بعض وكده، وجميلة، مترتبة وجميلة وحلوة كده. وحتى الطريق لها وانت رايح اصلا شايف متعة بجد. شايفين جمال الطريق بجد تحفة. بعشق قوي يا جماعة الطرق في السفر، زي ما انتم شايفين الطريق ده كده، شايفين جماله والرصف بتاعه وجمال النخيل. بجد تحفة تحفة تحفة، جميل جميل. فين اللايك بقى؟ انت قلت لي لايك واشترك، على فكرة لما اشترك في قناتي سيفوت الكثير من البهجة والمتعة والسعادة. ده بقى يا جماعة مدخل دمياط، شايفين جميلة ازاي؟ بجد دمياط بلد ساحلي جميل. وزي ما انتم شايفين حتى طريقة حلوة قوي. بيعجبني جدا جدا بجد منظر النخيل اللي بيبقى موجود كده على الطرق، ومنظر الجمال بتاع الأراضي الزراعية، ومنظر الطبيعة كأن الأراضي الزراعية كده والنخيل ده بتحبك كده، كأنها بتقولك بتحبك. زي ما أنا كده بقول لكم إن أنا بحبكم جدا. متنساش اللايك والسبسكرايب والشير، اوعى. بجد شايفين يا جماعة؟ شايفين هنا وجمال بقى ايه الشجر والنخل، ان تلاقي النخل موجود كده جنب بعضه. وكمان الأعشاب الجميلة تبقى موجودة على الأرض. على فكرة يا جماعة زي ما أنا بقول لكم دايما، اخرجوا للحياة، سافروا، شوفوا أماكن جديدة، حبوا حياتكم بجد، الحياة فعلا جميلة. فأنت عيشها واتبسط، ودايما خلي مودك جميل. ومتنساش اللايك والسبسكرايب والشير، لأن أنت لو مشتركتش هيفوتك الكثير من السعادة والبهجة. لان اللي جاي بجد فلوجات جميله جدا جدا جدا. تلاتة جدا. وزي ما انتم شايفين كده، ده هنا النخل مترصص سبحان الله بطريقه جميله ابداعيه، والشجر الجميل اللي موجود ده. والاعشاب. الواحد بس لو كان عنده ارض زراعيه كان يقعد كده ايه وسط الجمال ده كله. بشكر ربنا بجد على جمال بلدنا وعلى الحاجات الحلوه الجميله اللي في بلدنا. هو مش بس المدن بجد اللي بتبقى جميلة، الطرق كمان. اللي بتبقى وانت ماشي كده تشوفها بتبقى جميلة جدا جدا. يعني بجد السفر ده متعة جميلة بجد. انا مش عارف الناس اللي ما بتسافرش دي ما بتسافرش ليه. يا عم سافر، حتى روح اي قرية جنب منك، المهم تقعد وسط الطبيعة وتعيش حياتك كده وتتبسط. فين اللايك، فين السبسكرايب، فين الشير؟ انا بقول لك اهو، بص، ان لم تشترك سيفوتك الكثير من البهجة وستخسر الكثير يا جميل. شايفين؟ وده تقريبا مصنع او حاجة او مستودع، يعني مكان انابيب، مش مستودع انابيب، حاجة زي كده. بس فعلا السفر ده متعة. دايما بيقولك السفر او ان انت تغير مكانك ده مش فيه سبع فوائد، ده فيه فوائد كتيرة جدا. اولا اول حاجة انت بتتصل بالطبيعة، فبتتشحن طاقة جميلة كده. تاني حاجة بتشوف ناس جديدة، بتغير جو. بيبقى حياتك كده بيبقى فيها زي ايه، زي فيها مغامرات، مش ان انت ساكت كده او ساكن. اللي بتبات فيه بتصبح فيه. فالسفر ده بجد جميل جميل جميل. خصص لنفسك وقت دايما للخروج، للحركة، لأن دي بتشحنك وبتشحن نفسك وبتخليك فعلا مودك جميل جدا. شايفين يا جماعة هنا؟ جمال النخل وجمال الشجر الجميل وجمال الحاجات الحلوة بتاعت بلدنا. فأنت استمتع بيومك، واستمتع بجمال الجمال الموجود حواليك، وسافر واخرج للحياة.
وأهم حاجة ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، لأن بجد اللي جاي فلوجات حلوة وجميلة جدًا، 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 وهتخلّيك أنت بقى تحس دايمًا بالفلوجات الجميلة، وتحس بالبهجة، وتحس بالسعادة، وتحس بالروقان. والطريق الجميل ده لوحده يتكتب فيه شعر. يعني أنا أكتب شعر كده بجمال الطريق. ما تنساش اللايك والسبسكرايب.